ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ متابعين بس مطبخ بسمة. معاكم بسمة دلوقتي، جايين نجهز صورة بصورة، جايين نضرب معاكم كل المكونات على الطبيعة. يعني هنعمل سبونج من غير سبونج خالص، هنعمل سبونج على ايدينا في البيت، وبيطلع احسن من السبونج الجاهز 1000 مرة. عن تجربة يا جماعة، همكم كل حاجة قدام منكم اهو. دلوقتي محتاجين دقيق، كاكاو، محتاجين نشا، محسن جل، ذرة ملح، كوباية نعير بيها، البيكنج باودر، البيض، سكر، الفانيلا سايل. كل حاجة قدامكم اهوت. هنفضي كل حاجة معاكم في العجان بتاعنا. اه ده كوباية ونص سكر من الكوباية دي، كوباية المية. هنفضي هنا، نقول بسم الله. كوباية ونص سكر، ماشي. معانا 3 معالق نشا، نشا اهو هنفضيها قدامكم. كل حاجة قدام منكم اهي. هي التورتاية محتاجة عايزاها نص فانيليا ونص شوكولاتة. هنعمل كل حاجة معاكم. هنعمل الأول هنضربها فانيليا، وبفضل نص الفانيليا، وبعدين نزود الكاكاو. فالكاكاو احنا مش هنحطه دلوقتي خالص. ده معلقتين محسن جل اهو، عشان ده دقيق. احنا اللي بنعمل دقيق الاسبونج، مش اسبونج جاهز، فاحنا اللي هنحط كل حاجة. محسن جل يعني اللي ما يعرفوش يسأل أي حد بتاع محلات خامات الحلويات وهقول له. ده البيكنج باودر اللي أنا بستخدمه. هناخد معلقة كده اهي. الفانيليا السايلة اهي، هنقول زي معلقة كده. والبيض اهوت محتاجين 7 بيضات كبار، 7 أو 8 عادي يعني. هو بس عشان اللي طالبة التورتة مش عايزة بيض كتير، فاحنا حاطين 7 بس. هنكسر البيض كله قدامكم اهو. محتاجين كوباية مية، عشان نسيت اقول لكم عليها، اوريها لكم دلوقتي وانا بنزلها. اهم حاجة ندخل الدقيق مرة واتنين يا جماعة. كل ما بندخل الدقيق بندخل فيه هوا، بيخلي التورتة معانا هايشة وجميلة. والضرب اهم حاجة. يعني هنقول في المضرب 10 دقايق، في العجان في المضرب العادي هتقول ربع ساعة ضرب. ذرة الملح اهي ما بين ايدينا كده. هنعمل دي معاكم اهو. محتاجين كوبايتين دقيق، عشان التورتاية ديت مقاس 30 في 35. تورتاية بصورة يا جماعة كبيرة. هنخلقها قبل كده، وهنخلطها قدامكم. تقدري تعملي مشروع من بيتك، تقدري تعمليها لولادك وتفرحيهم. يعني مشروع مكسب جدا، بيكسب ومربح جدا. انا بدأت مشروع زي كده والحمد لله ربنا رضاني. فتقدري تعمليه من بيتك. قسما بالله ده اللي انا شغاله بيه، ما بعمل لكم حاجه وبشتغل بحاجه تانية. ده شغل، انا ما بشتغلش بدي سبونج خالص. دي اللي بشتغل بيه، دي 5 نجوم يا جماعه. كده خدنا كميه الدقيق. معانا الكاكاو مش هنحطه دلوقتي، والميه اهي كوبايه ميه اهي. هناخد ده بقى ونيجي على العجان كده ونضربها. ولما ربنا يكرمنا كده وتخلص كده على خير، هنفضي النص الابيض في الصينيه، وانا هوريكم برضو بفضيه ازاي. ونزود شويه كاكاو على النص التاني، عشان هي عايزه نصين. عشان اللي محتاج يعمل زي يبقى عنده، يقدر يعمل كل حاجه. هو امكانيات سهله. انا بدات مشروع ده ب 500 جنيه والله العظيم يا جماعه، ما بكدب عليكم في حاجه. وربنا كرمني دلوقتي وقدرت اكبر نفسي بنفسي. تقدري تعملي مشروع من بيتك وتساعدي بيه، تعملي تورته جاتوه،
فطير فلاحي برضه هوريكم طريقه عمل الفطير برضه ان شاء الله على القناه. كل حاجه محتاجينها، اي حد محتاج وصفه معينه يكتب لي في التعليقات وانا هنزلها له. اي واحد محتاج وصفه انا هنزل لكم التورته كده خطوه بخطوه في كل حاجه هتقدروا تعملها من بيتي. ثواني بقى نشيل الطبقه التانيه بس. هي عادة لو انقطعت منكم طالما في النص ما تقلقوش منها، اهم حاجه ما تكونش في اللي فوق ولا في اللي تحت. ما دام الطبقه اللي انفتحت دي في النص ما تقلقوش منها اي حاجه خالص، عادي شغاله ولا بيجري لها اي حاجه. على فكره التورته ديت معموله 3 طبقات، الطبقه لوحدها 9 سم. انا بطعمها بالمنشار ده يا جماعه، بصوا 9 سم هنا اهو. ده درجات اهو زي ما انت حسب ما انت عايزه. وفي اللي هي السكينه دي، بس المنشار معاكم لو انت لسه مبتدئه من بيتك، المنشار ده بيسهل عليكي ويخليكي تقطعيها كلها بطبقات متساويه، مفيش حته عاليه ولا حته واطيه. بصوا بسم الله ما شاء الله التورتيه هايشه، بصوا كتر الخروم فيها دي كده تعرفوا ان هي ناجحه. يعني التورتيه كده مش ناقصه اي حاجه، والله ده دقيق عادي مش دقيق سبونج. بصوا عامله ازاي بسم الله ما شاء الله، يعني بألف انا لاصحابها. ده كيس حلواني استخدام مرة واحدة. يعني الكيس مش عارفة ب2 جنيه ولا بقد ايه. تقدري تشتريه من عند خامات الحلواني، مش هتقدري تشتريه تقدري تعملي بكيس التلاجة عادي. ده شغال وده شغال. وبالنسبة للتورتة يا جماعة احنا مش حاشينها حاجات غير الكريمة ليه؟ لأن ده طلب العميلة، يعني كل الحشوات بتبقى حسب العميل اللي هو طلب. ما لما بنزود حشوات في النص التورتة سعرها بيزيد، فهي طالبة كده النص أبيض ونص أسمر ومحشية كريمة. هجيب كريمة تاني وارجع لكم. بصوا يا حبيب قلبي كده ده الارتفاع الطبقتين. لسه هنحط معاكم الطبقة التالتة اهي. بصوا ننفضها كده من أي بواقي فيها ونحطها كده بسم الله. بصوا يا حبيب قلبي هعمل كريمة تاني وارجع لكم. وكل الآلات يا جماعة اللي أنا شغالة دي بجيبها من خامات الحلويات. يعني انتوا عايزين تعرفوا أنا منين؟ أنا من الأصل يا جماعة بحيرة، متجوزة هنا في الشرقية، بجيب خاماتي كلها من بلبيس، محل خميرة أو محل فانيليا في بلبيس يا جماعة. عشان لو حد عايز يعرف يعني الخامات ده، عشان محدش يسألني انت منين، انا في الشرقية يعني. بس الارتفاع بتاعها بسم الله ما شاء الله. سعر التورتايه ديت بالصورة، على الصورة انا بعملها من عندي بتكون عاملة 400 جنيه، عشان لو حد عايز يعمله مشروع من بيته بقول لكم كل التفاصيل اهو. احنا كده كده يعني الفينش اللي على الوش ده لسه هيتجلس ولسه هيتحط لها الصورة على الوش. اهو يا حبيب قلبي مجلسة من كده. اي حد عايز يعمل مشروع ويسألني في اي حاجة انا تحت امركم في اي وقت. على الفيس يا جماعة ام سماح، وعلى اليوتيوب مطبخ بسمة، والبيدج بتاعتي برضو مطبخ بسمة. اللي عايزين تتواصلوا معايا في اي صفحة انا تحت امركم في اي وقت. اي وقت ترنوا انا تحت امركم، اي حد يسأل سؤال انا تحت امركم فيه. ان شاء الله تكوني ناجحة من بيتك وتكوني شيف قد الدنيا.
الحتة بنلاقيها عايزة كريمة بنجيب لها كريمة تاني. يا حبايب قلبي، كل حاجة قدامكم بالتفاصيل اهو، عشان ما تقولوش يعني بتعمل حاجة. وبالنسبة للكريمة اللي أنا شغالة بيها، أنا ما بعرضلكوش أسامي ماركات عشان ما حدش يقول ده أنت بتشتري أو كده، يعني أنا على الله. بصوا الماركة اللي أنا شغالة بيها المتحدة هايبر. كريمة خام، ما بشتغلش بكريمة سكر، أنا بستخدم لها السكر سنترفيش من العادي. وبحط الكريمة إيه عشان تعزز الطعم بتاعها. بحط لها كريم بستر، وبحط لها السكر، وبضرب كله على بعضه، ومية تكون متلجة مش بلبن يا جماعة. طبعا احنا في الغلا اللي احنا فيه ده ما حدش هيقدر يضرب الكريمه بلبن، طبعا حتى المحلات ما بيضربوش باللبن، كله شغال بالميه، والميه بتبقى طعمها اطعم من اللبن كمان. يعني دي كده واخده ربع كيلو كريمه، بس ربع كيلو كريمه خام، ولازم تضربوها في مضرب كهربائي او عجان. فالمتاح عندكم عادي شغال، يعني مش لازم عجان يعني. انا بدات مشروع بمضرب كهرباء، لما ربنا كرمني جبت العجان. نزل. ونكون قبل ما نشتغل مولعين الفرن يسخن معانا. بصوا كده يا حبايب قلبي، بعد ما اتضربت شويه اهي، بصوا شوفوا لونها ابيض ازاي. بسم الله ما شاء الله، يعني كده حاجه تحفه جدا. بس انا برضه هضربها كمان شويه، وافضل النص الابيض، وبعدين ازود معلقه الكاكاو، وهضرب بقى النص البني تاني قدامكم. بصوا كده يا حبايب قلبي، بعدين ازود معلقتين كاكاو اهو، ومعلقتين ميه، عشان ايه ما تبقاش عجينه تقيله. وهضربهم كويس، وهفضيهم برضه معاكم في الصينيه مع النص التاني. بصوا كده يا حبايب قلبي، البن اهي والبيضه اهي في الصينيه، هفضيها معاكم. من غير ما تعملي صينيتين، نصها شوكولاته ونصها بيضه في صينيه واحده. يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. نجهز الصورة معاك اهو.
هات هنا رز السورة اهي بنشيلها براها قبل ما بنحطها كده. نرجع تاني عشان لازم نحط عليها طبقة شوكولاتة، هنجهز لها طبقة شوكولاتة اهي معانا. شوكولاتة بيضة متسيحة من غير مية ولا زيت ولا أي حاجة، عشان خاطر بتعمل طبقة عزل بين التورتاية والصورة، عشان الصورة ايه من الألوان بتاعتها ما تبص. اهي يا حبايب قلبي معاكم. لازم نخلي الشوكولاتة كده في كل مكان عشان تحافظ عليها، متخليهاش الصورة ايه ألوانها تبهت معانا، تفضل زي ما هي. بس ديت لازم تتعمل في يعني آخرها يا جماعة، عشان تفضل اللون بتاعها تفضل يوم حلو كاملة معاكم. تاني يوم بتحس إن الألوان بتاعتها مش أوي زي أول يوم، عشان اللي يعملها في تورتاية في نفس اليوم، مينفعش يعملها يقعدها عنده كذا يوم. هنسيبها بس دقيقة واحدة تنشف بس كده ونحطها على التورتاية. بصوا كده نمسك لبعض. أيوة يا قلبي. لسه هنعملها رز الشعري. أنا حاسة الرزتة دي مش عاجباني، هشيل القمع ده واحط قمع تاني عشان القمع ده كبير أوي كده، شكله مش عاجبني. ثواني هحط الرزتة التانية. بص الرزتة التانية عشان كانت كبيرة أوي مش عجبتني. لسه كده جاهز معاكم تاني حاجات للوش. حطينا كده أحسن.
بس بقى هحط شوكولاتة كده في الروزيتات ديت. هو ممكن يكون بس طولنا الفيديو عليكم شوية، بس بعمل لكم كل حاجة قدامكم بالتفاصيل عشان تبقى كل حاجة قدامكم على الفيديو. بصوا هنحط كده على كل واحدة. ونخلصها بقى كلها كده وهوريكم الشكل النهائي. حبايب قلبي ده الشكل النهائي للتورتاية، ايه رأيكم فيها؟ بصوا بألف هنا الأصحاب، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني دي واحدة عاملاها لخطيبها، كل سنة هم طيبين.